تحية لكل متابعي صفحة الصحفي الرياضي صلاح نجم، وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وطبعا اليوم حنتحدثوا على اليورو، المباراة السابقة اللي انتهت قبل قليل، اللي جمعت منتخبي سلوفينيا والدنمارك، وانتهت بالتعادل هدف لهدف. سجل فيها عدد من الأرقام، رصدت عدد من الأرقام في هذه المباراة. التعادل هذا هو الأول خلال اليورو، أول مباراة في اليورو تنتهي بالتعادل. كل المباريات كانت فيها فريق فائز على فريق. أيضا جميع الفرق تلقت أهداف. أيضا المباراة الوحيدة اللي كانت عدد الأهداف المسجل فيها أقل من 3 أهداف. هذين أبرز الأرقام اللي سجلت رصدت اليوم. بالنسبة للمباراة القادمة، مباراة صربيا وإنجلترا، حنخليكم مع ملعب المباراة وحتشوفوا الممر الغريب لملعب المباراة. على فكرة هذا الملعب اللي حنديروا فيه جولة، حتشوفوا فيديو للملعب، هو لفريق شالكا اللي ينشط في دوري الدرجة الثانية ومهدد بالهبوط للدرجات الأدنى بسبب الأزمة المالية اللي مر بها. أيضا قبل المباراة كان هناك صدام كبير بين جمهور صربيا وجمهور إنجلترا. أعتقد أن حتى فيه مشاكل أمنية في المدينة. نخليكم مع لقطات الملعب، وإن شاء الله حنشوفوا فيديوهات أخرى، حتشوفوني في فيديوهات أخرى نتحدثوا على عدد من الأمور اللي تتعلق بكرة القدم باليورو وغيرها من المسابقات. تحياتي لكم.